بانها هي اللي عطات المعلومات ديال المهنيين للصندوق الضمان الاجتماعي بدون ما يوقعوا معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاسم فكري الحسين، الرئيس والأمين العام للمكتب الوطني للهيئة الوطنية التجمعية لقطاع سيارات الأجرة. اليوم جينا لمدينة طنجة نأسسوا واحد المكتب جهوي لقطاع سيارات الأجرة على مستوى الجهة، والحمد لله راه الإخوان قادين بشغلهم، والقاعة غتبين لكم من دابا شوية. الحضور غادي يكون مميز، والاخوان غادي يكونوا مميزين اللي غيداروا في هذا المكتب الجهوي اللي كنتمنوا ليه التوفيق في مسار العمل ديالو. وحنا كهيئه موازيه لحزب التجمع الوطني الاحرار اليوم بغينا نأطروا هاد الاخوان اللي غيدخلوا لهذه الهيئه باش يعرفوا ما هو قانوني وما هو حقوقهم داخل قطاع سيارات الاجره. واللي كنعرفوا سيارات الاجره كتعاني من الناس من الضمان الاجتماعي اللي اليوم على الاكهال ديالهم واحد العدد ديال الشهور ديال الديون المتراكمه. بغينا قطاع سيارات الاجره يكون عنده قانون ينظم القطاع. بغينا محطات تكون نموذجيه كباقي المحطات ديال المغرب، يكون فين يركب السائق او السائح ديال طنجه في أي محطة تكون ذات مواصفات جيدة. ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يكمل لنا بالتوفيق نأسسوا هذا المكتب ونوقفوا في جنبهم حتى يوصلوا للمبتغى ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم درباك محمد، رئيس المكتب الإداري والتنفيذي للهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية. اليوم نتواجد بمدينة طنجة من أجل تأسيس مكتب جهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة صحبة الإخوان في اللجنة التحضيرية، وكذلك نتواجد في غرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل السهر على تأسيس هذا المكتب الجهوي الذي سوف يكون إن شاء الله إضافة نوعية على مستوى الجهة في إطار الدفاع عن حقوق المهنيين، وكذلك إسماع صوتهم، وكذلك خلق برامج مفيدة للمهنيين فيما يخص كل ما هو جديد في المهنة، وكذلك التوعية والتحسيس والتأثير بكل الأعمال التي يمكن أن نقوم بها من أجلهم على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. ونحن سعداء في هذا المجال هذا، وكنقدموا جزيل الشكر والامتنان لكل من قدم لنا يد العون والمساعدة من سلطات محلية وكذلك لجنة تحضيرية وكذلك حزب التجمع الوطني الأحرار اللي احنا كنتميو ليه كهيئة موازية. فالشكر الجزيل لكل هؤلاء، ونقول تحية نضالية للجميع وشكرا.